نفسي اعرف انتوا بتعملوا فينا كده ليه؟ الكلام موجه للحكومه. انتوا بتعملوا فينا كده ليه؟ يعني الشعب ده كله لو انتحر انتوا هتتبسطوا؟ مين هتحكموا؟ مين هتلاقي مين تحكموا له؟ واحنا كلنا انتحرنا من اللي احنا بنشوفه، من الازالات الفظيعه في البنزين وفي الكهرباء وفي الغاز وفي كل حاجه. انتوا في ايه؟ انتوا متطلعين علينا؟ هل احنا متنا وبنتحاسب ومش واخدين بالنا؟ اكيد في حاجه غلط. يا سياده رئيس الحكومه، حضرتك متصور ان كل الشعب عايش في مارينا والساحل الشمالي والعلمين عندكم ولا ايه؟ ما تعرفش ان في ناس معاشها اقل من 100 من 1500 جنيه؟ لما تغلوا له انبوبه وتغلوا له غاز وتغلوا له كهرباء وتغلوا له بنزين، لما يحاسب الجرجير بالجنيه ونص ب 3 جنيه ولا ب 4 جنيه على الفقير، بتعملوا فينا كده ليه؟ احنا ذنبنا ايه معاكم؟ وبعدين اللي زاد وغطى وزاد البلاطين، جاي تفتكر اليومين دول ولا من شهرين كده ان الملك والمستاجر عايزين نحرر علاقه بينهم ولازم ننصف المالك. طب ومين ينصفنا احنا منكم؟ ماشي ينصف المالك، مين بقى ينصفنا منكم؟ لما اكون عارف ان مواطن بيكمل عشانهم ومش لاقي ياكل ولا بيستفيد لا من النورو ولا بتاع اي قرف من كل من اللي انتوا عمالين تصنعوا فيه دوت، ولا يهمني الطرق ولا الكلام ده كله. امن لي يومي ومعاشي. انا مش هروح العالمين ومش هروح العالمين في حياتي ومش هروحها، ولا تهمني في حاجه ولا يهمني في حاجه. كل المدن اللي انت عمال تعملها دي امن لي الاول، كفينا واعمل اللي انت عايزه بعد كده. لكن ديون ديون ديون، والاخر في الاخر ان نفسنا مش لاقيين ناكل والمعاش ما بيكفناش 15. هنتسول على اخر عمرنا، هنتسول ننزل كلنا نتسول ولا نفتح التوك توك ونقول كبسوا؟ انتوا عايزين قولوا لنا عايزين منا ايه؟ ننزل بقى اعضائنا؟ ممكن اعضائنا بقى كيريا، يا ريت ننفع نبقى اعضائنا. يعني الرئيس مره قال لو ينفع اتباع كنت اتباع، وانا والله لو ينفع اتباع كنت اتباع في ظل القرف اللي احنا شايفينه ده وفي ظل في ايه؟